هي ايه الاعراض يا دكتوره اللي تخلينا نقلق ونروح لدكتور التخصص بتاع الثدي عشان نتاكد ان احنا ما عندناش اورام؟ اعراض سرطان الثدي او اعراض المشاكل بتاعه الثدي مش هتخرج غير من 3 اعراض: اوجاع او كتله او افرازات من الحلق. كنا بناخدها كده بين لامب ديسشارج، يا كتله يا افرازات يا وجع. اول حاجه بالنسبه للوجع ده مش عرض مهم خالص بالنسبه لاورام الثدي. الاورام الحميده والخبيثه الاثنين ما بيوجعوش في الطبيعي بتاعهم، انواع معينه فقط هي بس اللي ممكن يبقى فيها اوجاع، لكن اغلبيه الاورام عموما ما فيهاش اي وجع، بالذات لو الوجع ده بيجي ويروح او بيزيد ويقل وعلى الناحيتين. دي بتبقى اوجاع نتيجه التغيرات الهرمونيه في جسمنا، والعرض ده مش بيهمنا تماما او مش بنهتم بيه احنا كدكاتره اورام الثدي. طيب تاني عرض الكتله. ايه هي تصنيفات الكتله اللي تقلقني وتخليني اروح للدكتور؟ اي كتله مقلقه لحد ما اروح لدكتور متخصص وهو اللي يقول لي دي حميده ولا لا. فما فيش حاجه اسمها ان انا لقيت الكتله بتتحرك، لقيت الكتله مش بتوجع، لقيت الكتله ايا كان ايه اللي انا لقيته فيها فده يطمني ويخليني ما اروحش لدكتور. ما فيش الكلام ده خالص. الكتله عرض مهم لحد ما دكتور متخصص يشخصها ويقول لي ما تخافيش دي حميده، او لازم نشك وناخد منها عينه عشان نتاكد من تشخيصها. يعني مش احنا اللي نقول دي حاجه مقلقه او لا، ما دام كتله لازم نروح نشخصها. واغلب الكتل في الثدي بتطلع ولا حاجه باذن ربنا، يعني حاله من كل 10 حالات بتيجي تشتكي بكتله بتطلع الكتله دي فيها اشتباه كانسر. امال الباقي ده بيطلع ايه؟ يا اما هي حست انها كتله ولما احنا فحصناها ما لقيناهاش كتله ولا حاجه، يا اما الكتله دي حميده يا ورم ليفي او كيس ميه. وكل واحد من دول ليه طريقته في العلاج بتاعته، هتلاقوا فيديوهات مخصصه لكل نوع من الاورام ديت، سواء اكياس ميه او الاورام اللي فيها الحميده. طيب ايه هي تاني بقى خصائص الكتله اللي تقلقني؟ الكتله دي يا اما كتله في الثدي يا اما كتله تحت الابط. ازاي؟ ممكن يبقى اورام الثدي موجوده بس مش محسوسه، لكن عملت لي حيل تحت الباط او كتله تحت الباط وهي دي اللي عبرت عن نفسها. فانا لو ما فيش حاجه في الثدي لكن في كتله ما بتوجعنيش وما بتروحش ومش بتخف تحت الابط، لازم اتوجه لدكتور متخصص عشان يقول لي اذا كان دي فيها مشكله او لا. طب هي اي كتله تحت الباط يبقى سرطان في الثدي؟ لا طبعا، ممكن يبقى حيل عادي، غده لمفاويه ملتهبه شويه وهتروح وده اغلب الحالات. ممكن يبقى كيس عرقي في مطرح ازاله الشعر او في الجلد من بره وهتروح. وممكن يبقى ثدي زائد، يعني جزء من الثدي داخل تحت الباط وكبر شويه بقى عامل زي الكيس الدهني او حته مكلكعه كده تحت الابط، ودي ما بتبقاش ورم ولا اي حاجه، بتبقى جزء من الثدي كبر شويه. ودي برضو في فيديو مخصص عن شرح الثدي الزائد، ودي اغلب الحالات اللي بتيجي تشتكي من كتله تحت الباط بتطلع ثدي زائد في الاخر. طيب احنا كده قلنا اهم مواصفات الكتله. تالت حاجه الافرازات من الحلمه. طيب الافرازات من الحلمه امتى تبقى مقلقه بالنسبه لنا؟ لو هي دمويه ولوحدها ومن ناحيه واحده. اغلب الحالات بتبقى افرازات ملونه صفراء بيضه شفافه مخضره لو في التهاب او في تمدد في القنوات اللبنيه. يعني اغلب افرازات الحلمه ما بتبقاش مقلقه، ما بتبقاش وراها سرطان، وفي فيديو مخصص عن افرازات الحلمه. لكن لو دم من ناحيه واحده ولوحده من غير ما احنا ندوس او نعصر، لا ده لازم نتجه فورا لدكتور عشان نتشخص ونشوف ايه سبب افرازات الدمويه. مع ان اغلب الافرازات الدمويه من الحلمه بتبقى زوايد لحميه حميده ومش بيبقى وراها كانسر، يعني مفيش حاجه تستدعي الخوف من ان احنا نتاخر ونتشخص غلط. طيب هل هي دي بس الاعراض؟ لا، ممكن يبقى في سرطان الثدي عموما اعراض تانية خاصه بيه في المراحل الى حد ما متقدمه شويه. ازاي؟ حاجات في الجلد من بره، يعني ممكن نلاقي الجلد تخن وبقى منغز ومنقط زي جلد البرتقانه او جلد الوزه، بنسميه بودورانج. فده بيبقى احد الاعراض المتقدمه لاورام الثدي. ممكن كمان يبقى الجلد عليه قرحه ما بتوجعش او تعويره ما بتوجعش ما بتخفش، يعني مهما حطينا كريمات ومهما حاولنا عالجناها ما بتخفش، يبقى لازم اتوجه اشوف القرحه دي اصلها ايه. وممكن كمان يبقى فانجيشن او نتوءات، فجاه نلاقي الجلد فتح كده وطلع منه حاجه مكلكعه او زوايد لحميه طلعت من الجلد وفتحته، بنسميه فانجيشن او نتوءات للورم. ودي برضو احد المراحل المتقدمه لاورام الثدي. يبقى التغيرات في الجلد دي ما ينفعش نسكت عليها.
طيب ايه تاني؟ تغيرات في الحلمه. الحلمه يا اما تدخل لجوه او اتجاهها يتغير او يحصل عليها تقرحات وتعوير من غير ما تكون بتخف ولا بتوجع، وده بيخلي السيدات لما تحصل لهم الموضوع بتاع قرحه الحلمه دي ما يتوجهوش بسرعه للدكتور على اساس انها مش بتوجعني، مش مهم، دي ممكن تبقى حساسيه، ممكن تبقى اكزيما. دكاتره كتير جلديه بيشخصوها على انها اكزيما، وتفضل المريضه تاخد كريمات كتير قوي وبرده القرحه دي ما بتخفش. فلازم لو في قرحه في الحلمه ما بتخفش ومش بتوجع لازم نتوجه لتشخيصها. دي اغلب الاعراض بتاعه اورام الثدي اللي تخلينا نروح لدكتور. واللي انا بقوله ان ما فيش سيده تحاول تشخص نفسها او حاول تقلق او تطمن نفسها، لا، احنا لو في مشكله نروح لدكتور متخصص هو اللي يقول لنا نقلق او نطمن، مش احنا اللي نطمن نفسنا. والدكتور ده لازم يبقى متخصص لجراحه الثدي، مش دكتور نسا، مش صيدلي، مش دكتور اي تخصص تاني، عشان نقدر نوصل للاطمئنان الصحيح اللي نقدر بيه ما ناخدش اكشن تاني او ما ناخدش خطوه تانيه. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن امراض الثدي.